السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة عندنا فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد، كله نشاط وحيوية كده وتشجيع. لو بقى كسلانة وسقعانة وبصي وحاسة ان خلاص من كتر الساعة مش قادرة تقومي من مكانك، قومي كده وانتي بتتفرجي على الفيديو بتاعي تشجعي معايا وشوفي بقى كل اللي وراكي. وهنعمل النهاردة يعني ايه تنظيفة كده سريعة، وفي نفس الوقت هنخلي البيت زي الفل. وهنشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. بس طبعا قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وطبعا مش هنسى أقول لكم ما تنسوش اللايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد من القناة. والنهاردة كمان عايزاكم في موضوع مهم ان شاء الله كده نتكلم مع بعض، وهستنى منكم ردكم وتعليقاتكم كلها في الكومنتات. يلا بينا ندخل على الفيديو. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله، ونبتدي بقى ايه الروتين بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده الروتين بتاعنا بقى في اوضه البنات. هنبتدي بقى ننضف كده ونشيل الفرش بتاع الملايات، وغيرت الملايات وكمان غسلت كده غسله في الغسالة. وكمان حطيت غسلت بقى ايه، شلت السجاد ده وسيقت الارض، وكان الدنيا زي الفل. كانت الايام اللي فاتت كان عندنا هوا جامد وتراب وكده، فكانت الأوضة دي عشان خاطر هي فيها البلكونة، وانا طول النهار ببقى فاتحة البلكونة، بتبقى بتطرب يعني بسرعة، يعني بتلاقي الارض كده والسيراميك متطرب معايا على طول. فقلت بقى النهارده اشيل السجاد كده واتشجع معاكم. والله يا بنات انا كنت كسلانه كده وكنت سقعانه ومش قادره اقوم اعمل حاجه، ففكرت وقلت لا انا اقوم اتشجع بقى مع اخواتي وحبايبي كده ومتابعيني، واشغل الفيديو بتاعي وابتدي بقى ان انا اتشجع معاكم ونروق كده ايه ترويقه محترمه. وبعد كده عايزه اقول لكم على حاجه. المخدات دي انا كنت جايباها مع المراتب لما جبت المرتبتين بتوع السرير الجداد، بس بصراحة يعني هي مش عجباني قوي، لان هي فايبر، والفايبر بتاعها من اللي هو الخفيف، اللي هو يعني بحس ان هو بيهبط بسرعة، فاهمني؟ يعني انا دلوقتي هوريكم المخدات بتاعتي اللي انا متجوزة بيها، يعني بقى لها مثلا بتاع 13 سنة. اللي هي المخدات الصغيرة دي انا فكيتها وغسلت القماش بتاعها، وفردت كده الفايبر بايدي انا والبنات كده واحنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، وعبيتها تاني وخيطتها. بصوا رجعت بقت منفوخة وبقت زي الفل. لكن اللي هو الحاجات الجديدة او الحاجات اللي طالعة جديد كده يعني بصراحة هي المخدة مش احسن حاجة. بس انا برضو عندي كده كده قطن، وعندي مخدات زيادة من يوم ما اتجوزت، فان شاء الله كده قريب هوديهم بقى لاي حد منجد كده يضربهم كده في المكنه اللي هي بتاعه القطن دي، ويعمل لهم مخدتين كده حلوين مظبوطين. تمام. هنا بقى انا خلصت السرير بتاع انسه كارما، وبعد كده دخلت بقى على السرير بتاع الانسه نورسين. النهارده بنات الموضوع اللي انا كنت عايزه اتكلم معاكم فيه، وهو آه، يعني هي حاجة مضايقاني جدا وقلت يعني محدش هيديني حل، او محدش هيقول لي رأيه غير انتوا ان شاء الله. تكتبوا لي كده في الكومنتات وتقولوا لي يعني اعمل ايه. دلوقتي يا بنات انا القناة فتحاها بقالي 3 سنين. جت عليا فترة كانت وفاة حماتي، وكان عندي شوية ظروف كده وما كنتش بعمل اي حاجة في القناة. وبعد كده بقى ابتديت ان انا يعني ايه اشتغل في القناة وكده وانزل فيديوهات. في الاول خالص مش هكدب عليكم، انا ما كنتش مستنيه اي مقابل من القناه. كنت في الوقت دوت شايفاها يعني بالنسبه لي يعني زي تسليه وكده، فكنت كل لما بقى اعمل فيديو ولا حاجه بنزله. عملت او ما عملتش. في الاول كنت منزله الفيديوهات كلها كانت وصفات الاكل اللي بعمله في البيت، اي حلويات بعملها للولاد كنت بنزل الفيديوهات بتاعتها. تمام. جيت بعد كده بقى لما ابتديت ان انا اشتغل في القناه وكده، حسيت ان الدنيا يعني شويه بتشتغل وشويه في مشاهدات شويه مفيش مشاهدات. آه، فاهمين قصدي؟ وطبعا كل اللي عندهم قنوات هيفهموا القصد اللي انا بقول عليه. فيعني كنت بقول ايه عادي، هو كده طبعا لازم البني ادم يتعب في الاول وكده لغايه لما يوصل ليه يعني ايه الحاجه اللي هو بيحتاجها والحاجه اللي هو بيحبها.
فبرضه مش هاضحك عليكم واقول لكم بعد كده انا ما كنتش مستنيه مقابل من القناه، لا كنت مستنيه مقابل، لان انا طبعا لما عرفت ان بيكون في ارباح كويسه من القناه، وفي يعني دخل ممكن يساعدني في زياده كده في الدخل بتاع بيتي، اساعد جوزي، اساعد نفسي، اساعد اي حاجه عايزه اجيبها في بيتي. وفي نفس الوقت اللي انا بعمله في القناه انا مش بشحت او مش باخد حاجه من حد غصب عنه، ده بيكون مقابل الشغل اللي انا بعمله مثلا في القناه، او الفيديوهات اللي انا بصورها والحاجات دي، فاهميني؟ بس يعني حصلت عندي مشكلة في القناة بعد ما حققت كده الشروط، والقناة بتاعتي خلاص كانت اتقبلت وبقت تمام. حصل كده تحديث في اليوتيوب، و والله العظيم يا بنات انا معرف ايه يعني معرفش ايه اللي حصل، بس انا لقيت كده اليوتيوب شهر 9 اللي فات بعت لي رسالة وبيقول لي ان انا محتاجة احقق الشروط من اول وجديد. فانا دلوقتي الحمد لله الشروط بالنسبة للمتابعين هم المفروض 1000 متابع و4000 ساعة مشاهدة وكده. آه فانا عندي كده كده ال1000 متابع موجودين كانوا من الاول، وانا كنت مجمعة اكتر من ال4000 مشاهدة، بس هو حذف منها ساعات كتير. طبعا قنوات كتير من القنوات اللي زي اللي لسه بادئة كده او الصغيرة هتعرف الموضوع اللي هو بتاع اللي هو قص المشاهدات او قص الساعات بتاعة المشاهدات دي. فانا دلوقتي المفروض ان انا برجع وبعيد الشروط من اول وجديد، بعد ما كانت خلاص القناة اتقبلت وكانت خلاص ابتدت ان هي تحقق ربح وكده. انا ما قبضتش من القناة، بس برضو كانت خلاص يعني ابتدت ان هي تشتغل وكده. في نفس الوقت الحاجة اللي مضايقاني وهي ان القناة المشاهدات بتاعتها قليلة جدا، لدرجة ان انا ساعات بقعد اقول لنفسي يعني ما خلاص يمكن انت ملكيش نصيب في المجال ده او ملكيش نصيب في الحاجة دي ان انت تعمليها، خلاص وقفي وما تعمليش فيديوهات تاني وما تنزليش فيديوهات تاني وخلاص على كده. وفي نفس الوقت ساعات جوزي بيقولي طالما انت عندك يعني عندك حاجة نفسك تعمليها خليكي وراهم، ما تيأسيش، يعني ما تبتديش ان انت تيأسي من دلوقتي وكده. انا بالنسبه لي انا بحب ان انا نفسي ان انا اشتغل، وفي نفس الوقت عندي عشان خاطر البنات، وطبعا جوزي مش موافق بفكره ان انا انزل اشتغل عشان خاطر طبعا ما اهملش في بناتي وما اهملش في بيتي وكده. فانا اعتبرت ان الشغل بتاع الفيديوهات او الشغل بتاع اليوتيوب ده شغل اكني بنزل من البيت، نفس اللي انا هعمله بعمله. وفي نفس الوقت انا مش بعمل حاجه زياده في القناه، انا بالحاجه اللي انا بعملها في بيتي انا بصورها وبنزلها. وفي نفس الوقت انا مش بعمل حاجة عيب او حاجة حرام، يعني انا لو طالعة زي القنوات التانية اللي هي طبعا مش كل القنوات، بس طبعا في قنوات موجودة وطبعا كلنا شفناها، وهي القنوات بتاعت الروتين اللي هم بيطلعوا بيبينوا، يعني معلش يعني ما تزعلوش مني، حتت من جسمهم او بيعملوا اي حاجة عشان يكتروا في المشاهدات. انا بعمل كل حاجة باحترام وبأدب، ويعني الحمد لله براعي ربنا في اي حاجة انا بعملها. فيعني انا عايزة اعرف منكم هل انا اكمل في الشغل اليوتيوب القناة وان انا انزل فيديوهات، ولا لا خلاص كده انا ماليش نصيب في الموضوع دوت وما نزلش فيديوهات تاني وخلاص على كده. لان بجد الموضوع دوت مضايقني وعامل لي كده يعني ايه، يعني في حاجة كده مضايقاني في فيديو بيجي يوصل لل1000، ممكن فيديو ما يوصلش. المشكلة ان في ناس لما بتيجي تتفرج على القناة بتفكر ان انا خلاص بقى بقبض من القناة، وان انا يعني الدنيا تمام وكل حاجة. انا والله يا بنات لغاية دلوقتي انا ما قبضتش من القناة ولا مرة، وزي ما قلتلكم انا لسه دلوقتي بعيد الشروط اللي هي بتاعت ال4000 ساعة من اول وجديد. ايه السبب معرفش، وحتى لما كلمت حد يعني يكون بيفهم في اليوتيوب كده ما عرفش ايه السبب، قال لي دي تحديثيات من اليوتيوب جديدة وهو بيحذف اللي هو عايزه. حتى القنوات الكبيرة برضو بيحذف منها ساعات. بس طبعا بالنسبة لي في فرق ما بيني وما بين القنوات الكبيرة، ان هي بتكون خلاص هي عندها متابعينها وعندها المشاهدات بتاعتها، فحتى لو بيتشال منهم ساعات مش بتأثر معاهم قد، يعني ما بتأثرش معاهم في الربح، او بتأثرش معاهم مع المتابعين قد ما بتأثر مع حد زي القناة بتاعتي كده او القنوات الصغيرة زي القناة بتاعتي.
مش هقول لكم ان انا ما طلبتش دعم من حد او من حد من القنوات الكبيره، لا انا طلبته وكان بمبلغ مادي يعني. اتقال لي كده بالنص احط لك فيديو على المنتدى عندي من قناه كبيره دون عن ذكر اسمها، هاخد 250، ولو هتكلم على الفيديو بتاعك هاخد 500 جنيه. والله يا بنات زي ما بقول لكم كده بالظبط. طبعا في غيري ممكن يوافق ويعملوه، في نفس الوقت انا شايفه ان يعني دي حاجه يعني انا بتعب في القناه، ايه اللي يخليني ادفع مقابل ان واحده تطلع تقول على قناتي عشان خاطر حد يتفرج، وهي لما تقول انا طبعا انت ما تبقيش ضامنه هل فعلا في ناس هتخش من ناحيتها او لا. وفي نفس الوقت الظروف اللي احنا فيها ديت الفلوس اللي انا ادفعها لحد عشان يدعم قناتي انا اولى بيها، انا وبناتي وبيتي، صح ولا لا؟ فبجد يعني انا محتاجه منكم مشوره، ومحتاجه منكم ان انتوا تقولوا لي المشاهدات عندي قليله، حتى المتابعين او حتى اي حد بيتفرج على الفيديو بيستخسر ان هو يحط لايك او حتى يكتب لي كومنت كده، لو حتى يعني ايموشن كده اي حاجه يكتب لي تعليق. ما بلاقيش حد بيكتب لي تعليق، قليل قوي. طبعا الناس اللي هي متابعاني في القناه واللي انا عارفاها واللي هم موجودين معايا على طول هتلاقوهم هم اكتر الناس اللي بيعلقوا معايا في كل الفيديوهات. فبجد يعني يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات لو فعلا اكمل ولا ما اكملش، ولو لو يعني انتوا شايفين ان انا اكمل يا ريت طبعا تدعموني كده، وما تبخلوش ان انتوا تشتركوا في القناه وان انتوا تفعلوا الجرس وان انتوا تكتبوا لي كومنت وتحطوا لايك، مش هتخسروا حاجه، هيفرق معايا جدا، وهحس ان فعلا انتوا بتعجبكم الفيديوهات اللي انا بنزلها. معلش طولت عليكم، بس فعلا الموضوع ده كان مضايقني جدا وانا ما لقيتش حد اتكلم معاه او اخد رايه زيكم. هنا انا بقى خلصت اوضه البنات وشغلت بخور وفرشت السجاد بعد ما سيقت الارض وفرشت السجاد، وطلعت طبعا على الصاله بره، نفضت الركنه كده وفرشت الفرش البني دوت. انا ببقى عاملاه كده للشتاء عشان خاطر ما يتبهدلش بسرعه، وفي نفس الوقت كده ايه عشان قماشته قطيفه يبقى بيدفي يعني الركنه وكده. كنست بقى وشلت السجاده بتاعه الصاله، والسجاده بتاعه الصاله دي محتاجه ان هي تتغسل، بس انا عندي مشكله في ايديا الايام دي بتحصل لي على طول من السقعه وكده، فمستنيه لما ربنا يسهل كده وربنا يشفيني ان شاء الله واروق ابقى اغسلها هي وبقيه السجاد اللي عايز يتغسل في البيت. طبعا انا عندي سجاده تانية اللي انا كنت بفرشها قبل السجاده دي، وهي السجاده البني الكبيره هفرشها معاكم دلوقتي. دي انا بحب افرشها كده في الشتاء لان هي بتبقى تقيله وكده وتدفي البنات وتدفي البيت وكده. كنست بقى الصاله كده ونضفتها، انا كنت لسه كانسه من تحت الركنه يعني، وكنت شايلاها ومسحه كل اللي تحتها وكده. فقلت بقى يعني ايه امسح الارض كده مسحه نظيفه بالموب كده، بحط فيها شويه ميه سخنه وبحط فيها بقى ديتول كلوريكس الوان اي حاجه متاحه عندي تنضف لي كده سيراميك، عشان طبعا انتوا عارفين كارما طول ما هي ماشيه كده بتوقع شوكولاته بتكب عصير اي حاجه عشان يبقى السيراميك عندي مش ملزق وكده. مسحت بقى الارض كده زي ما بقول لكم، وبرده شغلت بخور كده وحطيته في الصاله، وبعد كده رحت بقى جبت السجاده الكبيره بتاعه الصاله دي. السجاده دي انا اصلا متجوزه بيها عندي من بدري، يعني انا متجوزه بقالي 13 سنه، هي عندي من زمان انا بحبها، وعشان خاطر تقيله كده وهي كمان في المقاس بتبقى اكبر من السجاده اللي انا لسه شايلاها. فرشتها كده بقى وظبطتها، وهوريكم الصاله كده بعد ما خلصتها ونضفتها وخليتها بقى زي الفل. وطبعا ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات كده لو الروتين النهارده كان خفيف ولطيف معاكم وكان سريع كده، واتمنى تكملوا الفيديو لغايه حتى لو نصه، مش شرط هقول لكم تتفرجوا على الفيديو كله، حتى لو نص الفيديو او حتى اول 10 دقايق من الفيديو عشان بس الفيديو يظهر لناس اكتر واكتر حد يشوفه. ده شكل الركنه وشكل الصاله كده بعد ما وبكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى يكون خفيف ولطيف عليكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامه.